اللي قدامنا دي اسمها ايفا 9، اول روبوت بشكل بشري بالكامل، مصنوعه من شركه اسمها نيو لايف روبوتكس. بتتعلم الروتين اليومي، بتشارك الكلام، وبتفهم المشاعر والوظائف البشريه. بالرغم ان جلدها جلد صناعي بس بيشبه الجلد البشري بنسبه 99%. بتتعرف على ملامحك وصوتك وبتتكيف مع شخصيتك مع مرور الوقت. سعرها $18,000 ومعمول منها 500 نسخه جاهزين للتسليم. بس ثانيه واحده، الكلام ده ملوش اي اساس من الصحه. مفيش روبوت اسمها ايفا 9، ولا في شركه اسمها نيو لايف روبوتكس من الاساس، ولا في اي مصدر موثق اتكلم عن الموضوع ده. الموضوع كله عباره عن بوستات انتشرت على السوشيال ميديا في العالم كله وبقت ترند، وفي الاخر طلعت مقتبسه من كتاب اسمه ايفا 9 ذا فيميل اي اي روبوت، بيتكلم عن مستقبل العلاقه بين الانسان والروبوت. بس المشكله مش في الكذبه، المشكله ان احنا بقينا بنصدق اي حاجه مكتوبه كويس ومعاها صورتين حتى لو معمولين بالاي اي. بقينا بنقلب على السوشيال ميديا ومحدش بيدور ومحدش بيفكر، كله بس بينبهر ويشير. وناس تانية بقت بتستغل ده وبتصنع اخبار فيك عشان تعمل مشاهدات ولايكات. وبقينا في زمن السوشيال ميديا النادر مش التكنولوجيا، النادر العقل.